انتشر اليومين اللي فاتوا خبر جنن المصريين حرفيا، وخلاهم يخبطوا كف في كف لما سمعوا وشافوا بوستات على السوشيال ميديا من أشخاص مجهولين بيقولوا إن شركات الاتصالات في مصر ناوية ترفع أسعار الكروت اللي بنشحنها للرصيد، ورفع أسعار الباقات بتاعة النت. والناس كلها قعدت تشير وتبعت وتقول الحق شوف شركات الاتصالات عايزة تغلي أسعار الكروت، مش كفاية الكارت ابو 10 جنيه بيدينا 7 جنيه ومش مكفيهم، عايزين ياخدوا ال10 جنيه كلهم يعني. وبعدها واحد يطلع يقولك مش مكفيهم ان اسعار الباقات بتاعة النت غالية اصلا، والباقة بتخلص يوم 10 في الشهر وبجددها 4 مرات ومش بتكفيني. ولما بكلمهم خدمة العملاء بتاعتهم باردين في الردود، كل شوية افصل الراوتر واشغله تاني. وبعد بحث عميق كلمنا مصادرنا اللي أكدت إن دي إشاعة ملهاش أي مصدر ومحدش يصدقها، خصوصا إن الحكومة بتتابع أول بأول خدمات شركات الاتصالات، وإن ما يكونش فيها أي لعب يضر بالعميل، ولو حد ليه حق بياخده في ساعتها مع أول بلاغ ضد الشركة. وأكد مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم صحة اللي بيتقال عن موافقة الجهاز على زيادة شركات المحمول أسعار كروت الشحن، وأكد في الوقت نفسه استقرار الأسعار دون زيادة. وشدد المصدر على مراقبة جهاز تنظيم الاتصالات بشكل يومي أسعار خدمات الاتصالات اللي بتتقدم للمواطنين، وبياخدوا إجراءات صارمة وقت ما يتم رصد أي مشكلة من الشركات المقدمة للخدمة، وبيتفرض عليها غرامات مالية وبيعلنها في تقاريره الدورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. أما بالنسبة للأشخاص اللي بينشروا الإشاعات اللي زي كده في وقت حساس، هما مش بيدوا لنفسهم وقت للتفكير، وعلى طول عايزين جنازة علشان يشبعوا فيها لطم. لكن على مين؟ المصريين صاحيين ليهم ومش هيعرفوا يضحكوا علينا.